السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لسه مكملين في سلسله الربط ما بين كره القدم وما بين كمال الاجسام، والفيديو بتاع النهارده وصلنا فيه ان احنا هنتكلم عن المكملات الغذائيه واهم المكملات الغذائيه اللي هتحتاجها بما انك راجل رياضي. ودلوقتي على حسب الدراسات الحديثه كلها بتاكد ان الانسان الطبيعي نفسه محتاج مكملات وفيتامينات، فما بالك انت كراجل رياضي وبتبذل مجهود عالي. المكملات والفيتامينات هتفرق معاك بشكل كبير جدا. علشان ما نتوهش من بعض واحنا بنتكلم في الفيديو بتاعنا هنقسمه لثلاث اجزاء. الجزء الاول هنتكلم فيه عن اهم المكملات الغذائيه اللي تدفع فيها فلوسك وانت مطمن وتتاكد ان هي هتعود عليك باستفاده كويسه جدا. والجزء الثاني هنتكلم فيه عن اهم الفيتامينات اللي تقدر تستخدمها مع المكملات وهتساعدك بشكل كبير جدا. الفيتامينات دي هتلاقيها في اي صيدليه او اي محل مكملات قريب منك. الجزء الثالث هنتكلم فيه عن مشروبين طبيعيين برضه هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا. في مشروب منهم انا عملت عنه فيديو لوحده خالص، كنت عملت ما بينه وما بين ميكس في حاجه تانية كده، برضه هتعرف الكلام ده كله في الجزء بتاعه الجزء الثالث. وهسيب لك برضه الفيديو اللي كنا شرحنا فيه المشروب ده تحت في الوصف او في الايه اللي هتظهر فوق. كلام كتير، احنا اتكلمنا كتير اصلا. يلا بقى ندخل على اول مكمل معانا النهارده وهو البيتا الانين. البيتا الانين هو حمض اميني غير اساسي موجود في جسمك ولكن بيكون بنسبه قليله. البيتا الانين من اقوى المكملات الغذائيه بعد الكرياتين، ده لانه بيزيد من قوه التحمل العضلي وبيزيد من كفاءه التمرين. البيتا الانين كمان هتلاقيه عنصر مهم وعنصر اساسي في اغلب مكملات الطاقه اللي هي البي ورك اوت اللي احنا طبعا ما بنحبذهاش خالص. كمان البيتا الانين هيزيد من قوه التحمل بتاعتك وقوه الاداء العضلي بتاعك بنسبه تصل ل 34%، وده بناء على دراسه اتعملت لمده 40 يوم على اشخاص اخذت 4.5 جرام يوميا. طريقه استخدامه سهله جدا، تقدر تستخدمه مع لبن او مع ميه. هتاخد 3 جرام في اليوم متقسمه كل جرعه جرام واحد، تقسمها على 3 مرات في اليوم. المكمل رقم 2 في الترتيب ولكنه رقم 1 في المكملات من وجهه نظري وهو الكرياتين، وده لان الكرياتين بيحافظ على امداد جسمك بالطاقه اللي هو الاي تي بي اي، فده طبعا بيخلي ادائك التمريني بيكون اعلى وبيخلي قوتك العضليه اكبر. الكرياتين كمان بيساعدك بشكل كبير جدا على تجنب الاصابات. كمان النقطه المهمه في الكرياتين والمميزه ان هو بيساعدك على تحمل شده التمرين لفترات طويله. طبعا انت وسط التمرين فنتات سبرنتات جري تمارين بتلاقي نفسك فت وبتلاقي نفسك كمان حته التشنجات او الاصابات العضليه بتتجنبها بشكل كبير جدا لما بتستخدم الكرياتين. خلي بالك ان الكرياتين في اشاعه مرتبطه بيه، الاشاعه دي لو سمعتها في اي حته ما تصدقهاش. الاشاعه دي بتقول ان الكرياتين بيحبس ميه اسفل الجلد. طبعا المعلومه دي غلط جدا. الكرياتين بيحبس ميه فعلا ولكن داخل العضله، ودي حاجه حلوه واحنا محتاجينها لان ده هيخلي العضله شاربه اكتر، يخلي العضله فيها ليونه لان هتتجنب طبعا زي ما قلنا التشنجات والاصابات، وهتخلي العضله تبان ان هي اكبر نسبيا. انت طبعا قلنا ان انت لاعب كره قدم ومحتاج كتله عضليه زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت، كريستيانو بقى وميسي والعضلات الكويسه دي. تعال بقى اقول لك ازاي تدخل لجسمك احتياجك من الكرياتين من الاكل الطبيعي من غير اي مكملات. لا طبعا مفيش الكلام ده. انت علشان تاخد 5 جرام بس احتياجك اليومي من الكرياتين انت محتاج كيلو لحمه تاكله كده علشان تاخد 5 جرام كرياتين اللي هو اصلا هتاخدهم في سكوب واحد يوميا. فحته ان انت تاخد احتياجك من الكرياتين بدون مكملات ده موضوع صعب جدا. ده لو يعني اعتمدنا اصلا ان انت تقدر تاكل كيلو لحمه في اليوم غير باقي الاكل اللي انت بتاكله. طبعا هنتجنب كمان لو انت في مصر في اسعار اللحمه الموضوع ده. خلينا في الموضوع. ونيجي للعنصر اللي معانا اللي بعد كده وهو الزنك. الزنك مهم جدا لرفع معدلات التطور العضلي وكمان رفع معدلات هرمون الذكوره. انت لو عندك نقص في الزنك هيكون عندك صعوبه في زياده الكتله العضليه وصعوبه في التطور العضلي، هيكون كمان عندك ضعف في الجسم او ضعف في اللياقه بشكل عام، هتاخد فتره اطول مده اطول في عمليه الاستشفاء العضلي بعد التدريبات. احتياجك اليومي من الزنك بيكون 25 مللي جرام. اشهر الاكلات اللي بيكون فيها نسب زنك ولكن طبعا بتكون متفاوته، المحار، اللحم الاحمر، الكبده، العدس، الشوفان، الزبادي، ولكن طبعا النسب دي كلها بتكون متفاوته ونسب مش كامله، يعني مش هتديك احتياجك اليومي من الزنك. فانا افضل ان انت تستخدمه كمكمل غذائي في يومك. العنصر اللي معانا اللي بعد كده وهو الاوميجا 3. وجود الدهون الصحيه في جسمنا بشكل طبيعي ومعتدل مهم جدا للصحه العامه، وكمان مهم لكفاءه وصحه القلب، وكمان بيحسن من وظائف المخ. وده بيحصل لما بندخل لجسمنا اسبوعيا حوالي 3000 مللي جرام من الاوميجا 3، خصوصا الاي بي اي والدي اتش اي، وده بالنسبه للناس العاديه. اما انت كرياضي فبتحتاج اسبوعيا حوالي 7000 مللي جرام من الاوميجا 3. حلو جدا. نيجي بقى وانت بتشتريه، عايزك تخلي بالك من حاجتين. اول حاجه ان الكبسوله الواحده ما يكونش فيها اقل من 300 مللي جرام للاي بي اي والدي اتش اي، ودي معلومه هتعرفها بكل سهوله، هتلاقيها مكتوبه في ظهر العلبه لو مش عايز تسال صاحب المكان نفسه. المعلومه الثانيه ان انت ما تشتريش اوميجا 3 اوميجا 3 6 9، هتلاقيها مكتوبه كده 3 6 9،
والراجل في المحل مكملات او لو هو ما عندوش خلفيه هيقول لك ان ده حاجه كويسه جدا وانت كده بتجمع ما بين 3 عناصر مع بعض في كبسوله واحده، قول له شكرا، انت اشتري اوميجا 3 فقط بدون اي اضافات، خصوصا كمان لو عليها فيتامينات زي مثلا فيتامين اي ما تشتروش خالص ولازم تراجع طبيبك، وهندخل في قصص تانية. انت روح اشتري اوميجا 3 فقط. الاوميجا 3 بتتعرض للاكسده، حاول دايما تحفظها في مكان بعيد عن الشمس ودرجه حراره تكون كويسه، حطها في الثلاجه، دي امن حاجه تحافظ عليها. الاوميجا 3 كمان ممكن لو انت عندك مشاكل في الهضم او في المكملات الغذائيه ممكن تتعب لك معدتك شويه، فنصيحتي ليك ان انت تاخدها في نص الاكل مثلا او بعد الاكل على طول علشان تتجنب ان هي تاثر على معدتك او تتعبك. الاوميجا 3 هتستخدمها لمده من 6 اسابيع ل 10 اسابيع وترجع توقفها تاني لمده اسبوعين وترجع تعيد الموضوع تاني. انا عن نفسي بحبذ ان اي مكمل غذائي ما ينفعش ان انت تستمر عليه لفترات طويله، خده فتره بعد كده وقف وبعد كده ارجع خده تاني. واول حاجه من المشروبات الطبيعيه اللي هنتكلم عنها النهارده وهو البنجر. البنجر من الحاجات المهمه جدا لانها بتوسع الاوعيه الدمويه، فبالتالي نسبه الاكسجين في الدم بتزيد، فبالتالي ضخ الدم بيزيد، وده بيساعد بشكل كبير جدا على تحسين الاداء الرياضي وكمان على قوه التحمل. كنت عملت فيديو قبل كده مع البنجر وده مكتوب حاجه تانية كده، عملوا حاجه بوم. هسيب لك الفيديو بتاع الميكس ده تحت في الوصف او في الايه اللي هتظهر فوق، لازم تجربه هتدعي لي. الحاجه الطبيعيه اللي معانا بعد كده او المشروب الطبيعي وهو شاي الماتشا. الشاي ده اتعمل عليه دراسات كتير جدا الفتره اللي فاتت واثبت فعلا ان هو ليه فوائد كتير جدا. اللي يهمنا في الدراسات دي ان هو بيساعد في عمليه الاستشفاء العضلي وبيحفز الجسم على بذل مزيد من الطاقه اثناء التمرين، وكمان بيزود من قوه التحمل بتاعتك اثناء التمرين، فيما معناه ان انت بتقدر تتمرن فترات اطول من غير ما تحس بتعب سريع. وشاي الماتشا ده مصدره نبته صينيه اسمها الكاميليا. النبته دي كمان اللي بيتعمل منها الشاي الاسود والشاي الاخضر والابيض برضه. ولحد كده يكون الفيديو خلص. صدقني احنا بنتعب كتير جدا عشان نوصلك المعلومه باسرع وقت ومن غير هري كتير وحشو كتير. الفيديو الجاي كمان هنتكلم فيه عن اهم مصادر البروتين النباتي بعيدا عن مصادر البروتين الحيواني اللي طبعا اسعارها بدات ترتفع بشكل كبير جدا. هنقول ان انت المصادر دي ممكن تاخدها تكمل بيها احتياجك اليومي مع البروتين الحيواني. عايز بقى الفيديو ده اول ما ينزل تشوفه وتتابعنا على طول وتستفاد من القناه، ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدينا لايك وتعمل شير كده، يبقى زي الفل. سلام.